قالوا ناس زمان: يا العريس حل عينيك مزيان وحلل الحروف، راه اللي طوف ما عمرها تغزل الصوف. زمان الناس ما كانوش يبغوا العروس الخفيفة اللي ما تشدها لا دارها لا تسقيفة، كل مرة تلقاها في بلاصة، هي عند امها، هي عند اختها، هي عند خالتها، مرة عند صاحبتها، كل مرة فين كتجيبها وتخلي دارها خاوية. ملي خرج الراجل في الصباح تخرج حتى هي، ما ترجع حتى يرجع هو في العشية، لا غدا لا طياب لا معن نقية. وحتى في زماننا هذا بعض النساء دير هكا، يجي ولدها من المدرسة بشكارتو ما يلقاها، يجلس حدا الباب يتسناها. قالوا ناس زمان: لا تسرج حتى تلجم وعقد عقدة صحيحة، ولا تتكلم حتى تخمم لا تعود عليك فضيحة. بنادم يرد البال مزيان الكلام اللي كيخرج من فمو، شحال من واحد كيتيق بزاف وكيعاود في اسرارو، نهار ديرها ولاها يعايروك بيها، او هذاك اللي كلامو كتير غير كيزروط في الهضره. راه قيمتك كطيح رد البال، انت على بالك كضحكهم ولكن هما راه كيضحكوا عليك. تخيل معايا واحد ما كتعرفو ما كيعرفك وجالس حداك وساكت، ما غاديش تقد توزنو وتعرف قيمته ودماغه، ولكن يالله يبدا كيهضر غادي تبدا تفهم شخصيته شويه بشويه. هادشي علاش نردو البال شنو كنخرجو من فمنا، راه بكلامنا اما غادي تكون عندنا قيمه او نكونو كنخرفو كي البهيمه. قالوا ناس زمان: ما تقطع الواد حتى تبان حجارو، وما تمشي في الليل حتى يطلع نهارو، وما تصاحب صديق حتى تعرف خبارو. ما تقطع الواد حتى تبان حجارو، اي ما تسرع دير شي حاجه حتى تدرسها مزيان واش مخرجاك او لا. ما تمشي في الليل حتى يطلع نهارو، اي ما تسرعش وتحكم على الناس غير حيت سمعتي من فلان او فلان، حتى يتحيد الظلام وتوضح الصوره وتبان الحقيقه. وما تصاحب الصديق حتى تعرف خبارو، الا درنا الحباسات والسجون غادي نلقاو الناس ندمان على داك الشي اللي دارت. وشحال من واحد غادي يقول لك صاحبي هو سبابي، كنت هاني حتى عرفت فلان هو اللي موصلني لهاد المواصل وخلاني بين القطبان حاصل. قالوا ناس زمان: لا تهضر في الغايب ودير فيها فرعون، راه كلام العار في الوجه صابون وفي الظهر طاعون. هاد المثل على داك النوع اللي تلقاه يهضر فيك بالسوء والنميمه وعلى بالو راها ما توصلش، غير يقولها مزيانه، الخبار راها توصل. ومن الاحسن بنادم يواجه الوجه في الوجه، واخا كلام قاصح يتقل ليا قدامي ونشوفو فين درت العيب وشنو اللي ما عجبوش فيا، لربما من بعد يوقع الصلح وتنسى العداوه. اما الا سمعت الكلام اللي تقال عليا من واحد اخر راه يبقى فيا الحال ونكرهو وعمري نسمح ليه. قالوا ناس زمان: شي يعجبك بالنظره وشي يعجبك بالهضره، وشي لو كان تلقاه تضربو بحجره. مثل كيتقال على انواع البشر، كاين اللي يعجبك حيت درويش وداخل سوق راسو، وكاين اللي يعجبك بلسانو عنده كلام طيب ما يجرح ما يعصب، ينصح او يعاتب، المهم يعرف يتكلم. وكاين النوع الثالث اللي ما يعرف يفكر ما يعرف يهضر، من نظرة فيه تعرفو خبيت ما يصلح لا الجلسة لا الحديث.